السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي ومتابعيني، فلوق جديد خليكم ويانا. احنا هسه بأربيل، والمفاجأة اللي دائما أقول لكم من أزور أو أطلع مناطق حلوة إنه لازم أتذكركم، وهسه تذكرتكم مكان جديد وخليكم ويانا. هاي المدخل، لا طبعا عربات وكل واحد يأجرها. سعر التأجير مالتها من نص ساعة من 15 للساعة 25. وهذا هنا مسبح مدينة مائية، هاي المداخل مالتها. هاي شوفوا العربة قدامنا، هاي من هنا المدينة المائية، وهاي من هنا حديقة الحيوان. هاي من هنا السحلوق. ممكن قبل همينة هي كلها حديقة حيوانات، كان نفتر بيها ونشوفكم هاي المناظر الجميلة. قبل ما طفينا شفت شيء حلو، قدموا لي هذه كارت. هذا الكارت فيه خارطة للحديقة. حبايبي الحمار الوحشي، شوفوا هذه مخاليل الحمار الوحشي. شوفوا الحمار الوحشي، نوعيته ما شايف انا صراحة بالزوراء، مو شكله. هذا الثاني با شكله. وحتى طبعا احنا هناك ببغداد مصغرين هاي المربعات، كلش مصغرينها يعني. بس هنا شوف كبيرها واضحة يعني. هذا الحصان شوارع حلوة يعني، صعود ونزول كأنها جبال، وممكن أعجب يعني مسويها ترتيبات حلوة شوية الصخرة. بس ما أدري يا حيوان مفاجأة الموسم. نشوف إنه حيوان، دورنا على حيوان نايم قاعد. هسه حندخل للحيوانات المفترسة. وين هي الحيوانات المفترسة؟ هسه أنا مشيت على حيوان تمساح. لاحظوا هذا الخنزير بس طلع من ذيك الصفحة، مشقد كبير، خنزير البري. والله شوفي شيء لعبة كفارة، بس هو هذا خنزير البري. الجمل والجملة، ديلوتشا لاحظ عزيزي، الجمل والجملة ديلوتشا ملح. أنا النسر والصقر وبعض الحيوانات طائرة. نشوف مال الزوراء. شوفون انا حباي جوز مستر، وهذا شنو هذا؟ سنجاب خاتي. ببغاء شلونك؟ صباح الخير. ويو 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 ويو. ببغاء صباح الخير، صباح الخير. بيس بيس. يريد يحكي السيد. تعال تجي انا تعال. شيء غريب اشوفكم وياه. لاحظوا على السريع راح يفوتكم. باع يابا، بس باع. بس باعوا هذا القرد، يا سبحان الله. بس باعوا هذا القرد، يا سبحان الله. يعني شوف ايش قد صغير، وخالينا بيوت مال طيور، طبيب مال طيور. شنو هذا الكائن؟ سبحان الله. شلون يسلخ؟ شنو هذا؟ قرد فارش. شلون يقعد مثل البلسم، قعدته مثل البلسم، حجمه مثل الطير، هو عبالك فاره. وهاي الحرباء
هذه اذا تشوفوها شوي شمس، بس هاي شوف خاتله هنا الحرباء، هاي غير الوانها، وهاي تباوع علينا اذا تشوفوها، هذا تباوع علينا. لاحظوا النعامه بشكل واضح، ينباع الاسيجه حلوه يعني مفتوحه وممكن ان تقترب اكثر من الحيوان. شوف ايش قد حلوه النعامه. من نوع اخر، هذا النعام الاسترالي، النعام الاسترالي. شعره كفشه، ما قام يسوي شيء. وهذه نوع من الماعز، اكو شيء اذن انا اقصها يصير غصله مال مسح، حتى مال السياره تصير شوفها، بس هي ما تحتاج هيك يعني طول، يعني هو يعني شو تسوي بها؟ قصها تقدر تستخدمها بغسل السيارات بعد، هيك بردات مال ميز. لاحظ حبايبي هنا البطات شلون الناس تلعب وياهم يعني مباشر مع الحيوان، ماكو عوازل قويه. هذا اسد نايم من الحار خطير، هذا برد جو الشتاء. نمر فارسي، هذا النمر فارسي، هذا النمر الفارسي. لاحظ قاعد من النوم. النمر الاسود بس حجم كبير نايم ظهريه، وما ادري يحب النوم بالظهريه. هاي اجواء والامطار. النمر الاسود النمر الاسود نوع من النمور، هو طفره لونيه يشذبها وما اعرف عاد هاي. نمر نموري ضايج خطير، هاي في واحده نمر ضايج يقول ليش ما عاجبه. تعال تعال شلون يبغى عليه، تعال قام يرجع وراه، هو يرجع عن الناس. خطير والله الحيوان، والله العظيم حتى لو مفترس بس انا احترمه. وهاي حبايبي شوف مدينة الزهراء، منطقة أنبيل الحبيبة، إحدى محافظات القطر العراقي. لاحظ الإنسان لازم يكون يعني بعض الأمور يغير عن نفسيته، يطلع إلى مناطق أبعد ويبتعد عن الضغوط المناطقية والاجتماعية والعملية. 3 عوامل: العملية اللي مكان عملك، الاجتماعية اللي بالمجتمع انت اللي بيه، المناطقية اللي منطقة سكناك، يعني اذا ضغط، اذا هواية مد سكاني، يعني هم الانسان يختلف، فيمكن ان يبتعد على مناطق سياحية. ما شاء الله العراق محافظات هواية، ممكن ان يروح الدولة برا يعني. هذا الديناصور تسيل على شكل تحنيط، لاحظوا ديناصورات. طبعا هذه قبل يعني آلاف السنين كان موجود أنواع من الحيوانات الضخمة. طبعا هي نوع من السحالي، يعني شوف ديلها، لاحظ ديل عندها شلون تمساح، يعني تقدر تقول اكو نوع من ما يستذكرني انه اكو حيوان هسه لحد هسه موجود يشبهه، يبلع كائن كامل، غزالة كاملة، ويشبه بالضبط بس بالذول يعني مو شيء اسنانه. فهذني طبعا من العصور ماتن يعني قرضا. شلون بعض الحيوانات اللي يصير تنقرض لان صعب نموها وتكاثرها وغذائها هواي تريد. هسه حندخل الى المجسمات المتحركه. لاحظ هنا فيلم رعب، لاحظ عزيزي كلها ديناصورات. هاي قبل كانت كلها هيك، هسه احنا طبينا بيناتهن ولاحظ هن عضعضن. هذا تحرك هسه قبل شويه.
عليه. هذا حبيبي شوفوا حباي، هذا الديناصور. شوف هذا الانسان ايش قد تبع كان الديناصور، ترى هذا حجمه، يعني هم اخذوا قياساته وبعدين سواه على ضوء قياساته وارتفاعاته. ممكن هذا يبلع انسان كامل انه يضع هنا. شوف هاي محثه. الى هنا ننهي هذا الفلوج، لا تنسونا باللايك والاشتراك. مع السلامه يا حبيبي. أين سليمان باشا؟